السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بإذن الله هنبتدي شابتر 4. شابتر 4 بإذن الله هحاول أخلصه لكم على جزء بسيط كده. يعني احنا كل الأجزاء خلصناها في جزء بسيط، سواء شابتر 1 يعني كانت الحصة يعني الحصتين اللي نزلوا ما يتعدوش ال3 ساعات ونص، نفس الكلام في شابتر 2، نفس الكلام في شابتر 3. فانتوا لو كنتوا رجاله وبتتفرجوا على حاجه فعلا بتركيز وبتكتبوا ورايا وبتلموا الدنيا، والله العظيم لا تلموا، وهيكون في غنى ان انت تتفرج على شابتر كامل بالديتيلز. شوف انا بقول لك ايه وانا عندي كلامي، لاني انا مفيش حاجه بعديها في الشابتر. يلا بينا بقى ايه نبدا. طب هنبدا ايه؟ هنبدا شابتر 4. كده احنا شرحنا 1 و 2 و 3، والنهارده باذن الله 4 هيبقى لنا 5. هنقف شويه عن الشرح عشان حاسه ان الناس بقت خلاص بقى كده الشرح تعبكم شويه. هنستوب شويه عن الشرح. طب هنعمل ايه؟ هنشرح المره الجايه بقى بعد شابتر 4 هنبتدي نحل نماذج استرشاديه. تمام، هحل نماذج استرشاديه وهتلاقوني في النص بقول لكم يا جماعه من اول الفيديو الجاي هنشرح الاورجانيك تقريبا. هشرحه على 4 بارت. هتعامل مع الاورجانيك ان هو 2 شابتر. بارت 1 هتعامل ان هو شابتر ليه جزء اول وجزء تاني ونفس الكلام، بس ده هينزل لكم بسرعه. يعني لو شرحت الجزء الاولاني هشرحه في مره واحده وهخليه ايه الفيديوهين بتوعه ينزلوا ورا بعض. اتفقنا؟ يلا بينا. بصوا بقى، احنا عندنا مين؟ شابتر 4. شابتر 4 ده بيتكلم عن ايه؟ عن الالكتروكيمستري. طب هي الالكتروكيمستري دي ليها علاقه في حياتنا؟ هي كل حاجه في حياتنا. تمام، الكهرباء والكيمياء ليها علاقه كبيره جدا في حياتنا. طب تعالوا نشوف هي بتتكلم عن ايه. قال لي ده برانش مهم جدا. طب هو البرانش ده ليه علاقه بايه؟ قال لي بالتفاعلات الكيميائيه، الكيميكال رياكشن، لما تيجي تتحول لالكتريكال ايه انرجي. تاني، يعني انا عندي الكيميكال رياكشن، عندي ايه؟ الكيميكال رياكشن اللي بتتحول لايه؟ اللي بتتحول لالكتريكال كارنت. اهو استنوا نمسح دي كمان، معلش يا شباب. اهو الكيميكال رياكشن، الكيميكال رياكشن اللي بتتحول لمين؟ لالكتريكال كارنت. طيب هو ده بيحصل ازاي؟ بيحصل تلقائي. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انت بتتفرج عليا دلوقتي من اللابتوب وانت مش حاطط فيشه اللابتوب، الشاحن بتاع اللابتوب مش حاطط الفيشه بتاعته. طيب ايه اللي فيه؟ قال لي الشاشه اللي انت شايفني من عليها دي كهرباء طالعه لك، صح؟ طب الكهرباء دي قبل ما تطلع لك كان اصلها ايه؟ كان اصلها تفاعلات كيميائيه، كان اصلها كيميكال رياكشن، اتفاعلوا مع بعض فبالتالي طلع لك على هيئه ايه؟ على هيئه الكتريكال ايه كارنت. طيب هو اللي حصل في اللابتوب ده انت اللي دخلت جوه اللابتوب وعملت كل ده؟ لا، ده اللابتوب عمل كل ده لوحده. طب ايه اللي حصل؟ قال لي يعني ريدوكس رياكشن. الريدوكس رياكشن ده عباره عن ايه؟ قال لي ده اوكسيديشن وريدكشن. طب هما الاثنين اللي اتعملوا دول اتعملوا ازاي؟ قال لي تلقائي. يعني ايه تلقائي عندي؟ يعني spontaneous، يعني حاجه حصلت من غير تدخل عنصر بشري، اللي هو من غير تدخلي انا. تاني، يبقى انا عندي ايه؟ انا عندي الاوكسيديشن وعندي ريدكشن. حصلوا ازاي؟ قال لي spontaneous. يعني ايه spontaneous؟ يعني تلقائي. طب ايه اللي حصل تلقائي؟ الاوكسيديشن والريدكشن. من بدايتنا النهارده احنا لازم التشابتر ده هو ليه كلمه وعكسها. بدايه التشابتر بالظبط كده، بدايه التشابتر عكس نهايه التشابتر. لو انت قدرت تفرق بين البدايه وبين النهايه انت هتكون بطل وتعرف تحل في التشابتر ده. وعايزه اقول لكم معلومه، ان التشابتر ده تاني تشابتر بعد تشابتر الاورجانيك بيجي في الامتحان. يعني انت اول ما هتقعد تلاقي اسئله انت مش عارف تحلها هتبقى فين؟ في شابتر 4. طبعا انت اكتر اسئله هتلاقيها في الامتحان يا الاورجانيك يا اما الالكتروكيمستري. دايما بيسال في اخر شباتر عليك، مش في اول شباتر. انتوا بيطلع عينكم في المراجعه ان انتوا تقعدوا تفتكروا شابتر 1 و2 و3، لكن اكتر شباتر بتيجي في الامتحان 4 و5. فنركز قوي لان بدايه التشابتر عكس النهايه. طيب تعالوا بقى نشرح في نوتس الاول ايه اللي بيحصل وايه اللي بيجرى، بعد كده ارجع اقرا لكم هنا وننجز. بصوا يا جماعه،
احنا من البدايه هنجيب بيكر كده كاننا جوه معمل دلوقتي، هنتعامل ان انتوا دكاتره باذن الله، دكاتره ومهندسين. بصوا يا شباب، احنا دلوقتي عندنا ليكويد بلو. طب هو الليكويد البلو ده لونه ايه؟ قال لي ده كبر سلفيت. ده لونه ايه؟ قال لي ده لونه بلو. حلو قوي. انا هجيب بيس من مين؟ هجيب بيس من الزنك. استنوا كده، ماشي. بصوا بقى كده، هجيب بيس من الزنك. طب هو ده ايه ده؟ قال لي ده الزنك تاني. يبقى انا عندي ايه؟ انا جبت الكبر سلفيت، حلو، وجبت بيس من الزنك. انا حطيت عملت ايه؟ كيميكال رياكشن وسبتهم. حلو، سبتهم لوحدهم يتفاعلوا مع بعض فتره. طب تعالى كده اكتب لي الايكويشن. انا هكتب اللي انا بعمله ده بس. سوري. هاتوا النوت تاني اهو. بصوا يا ولاد اهو، انا عندي الزنك لما اتحط عليه ايه يا حبايبي؟ الكبر سلفيت. حلو قوي. ده مين؟ قال لي ده الرياكتنت. حلو. ايه اللي هيحصل فيما بعد ما نيجي ندخل في الشابتر اكتر؟ في element اقوى من element. يعني ايه في element اقوى من element؟ علشان الحته دي بالذات تفهمها اكتر. يعني انت لما تيجي تدخل خناقه، لو انت ما بتعرفش تتخانق هتدخل خناقه؟ لا طبعا، هتدخل تتهان وتطلع. فلما تيجي تدخل خناقه لازم تجيب حد قوي معاك يضرب اللي هيتخانق معاك، فبالتالي محدش يقدر يضربك. احنا عندنا نفس الكلام بنتعامل في الاليمنت. عندنا لما بنحط اليمنت قوي على اليمنت ضعيف زي الكبر، الزنك ده اقوى من الكبر، فالزنك ده اول لما بيشوف الكبر بيقوم طحنه علقه ويدخل مكانه. فانا هنا عندي مين؟ الزنك هو اللي اقوى. طب يا ميس انا هعرف الكلام ده منين؟ انا عندي تيبل، والتيبل ده حبيبي عندك في ورقه المفاهيم. طبعا انت لازم لما تيجي تحل اي شابتر لازم تكون فاتح ورقه المفاهيم، تتدرب من دلوقتي. ومش عايزه الناس اللي ما بتفتحهاش من اول السنه تيجي تفتتح ورقه المفاهيم في الامتحان. احنا مش رايحين نفتتح ايه؟ محل، عشان مش عايزين غباء. حته ان انت تفتح ورقه المفاهيم لاول مره في الامتحان ده غباء، واللي بيعمل كده حيوان. صريحه اهي. تعالوا بقى كده، عندي هنا دي بقى ايه؟ الزنك هتطلع ايه؟ زنك سلفيت. طب ايه اللي حصل؟ الزنك طردت مين؟ طردت الكبر. طب تمام، فالكبر هتطلع. حلو قوي، حلو جدا كده. تعالوا بقى نشوف ايه اللي حصل. هنقسم دي كده نصين. انا عندي هنا زنك، وعندي هنا مين؟ وعندي هنا كبر. حلو. بصوا كده، الزنك دي في حالة الزيرو. يعني ايه في حالة الزيرو؟ يعني ما عملتليش كيميكال رياكشن، يعني واقفة لوحدها. واقفة ايه؟ واقفة لوحدها، ما عملتش اي كيميكال رياكشن. طيب الكبر سلفيت دي ببوزيتيف 2، الكبر سلفيت دي بوزيتيف 2. طب لما جت تخرج بقت هنا ايه؟ ببوزيتيف 2. مين اللي بقت ببوزيتيف 2؟ الزنك كانت بالزيرو بقت ببوزيتيف 2. طب دي بالزيرو اهي تاني. يبقى انا كان عندي من زنك لزنك سلفيت حصل ايه؟ اهي بصوا كده، قال لي كان من زنك بالزيرو خرجت بقت زنك سلفيت، كانت عندي بالزيرو خرجت بقت ايه؟ بالبوزيتيف 2. طب ايه اللي حصل؟ حصل عندي انكريز. حصل عندي انكريز فين يا جدعان؟ قولوا معايا وانا بكتب. حصل انكريز في الريتشارجد. حصل انكريز فين؟ في الريتشارجد. ناخد بالنا علشان الحاجات دي بتيجي انتوا ما بتعرفوش تفكوها. لما اجي اعرف مين الانود او مين الكاثود لازم ابص على ايه اللي حصل. ما هو ده الرياكتنت دي ثابته، وده البرودكت، لازم اشوف ايه اللي حصل، مين اللي كتر ومين اللي زاد. طب انا هعرف منين؟ باينه. الزنك هي ما دخلتش في كيميكال رياكشن، فانت لما طلعت عندك في البرودكت دخلت في كيميكال رياكشن. طب الكوبر سلفيت لما جه يخرج كان عندي هنا بالبوزيتيف 2 خرج بالزيرو. عندي ده مين بقى؟ ادي ده الريدكشن، ده الكاثود اهو. ده كده مين؟ الكاثود.
هفهمكم يعني ايه الكاثود ويعني ايه الانود ويعني ايه الليله البيضاء بتاعتنا دي كلها اهو. طب هنا حصل ايه؟ بصوا ركزوا كده معايا. الكبر سلفيت لما خرج بقى كبر، حصل ايه يا جماعه؟ كان بالبوزيتيف 2 خرج بقى بالزيرو. ده كان انكريز في الريتشارجد، ركزوا، ده انكريز في الريتشارجد وده ديكريز فين؟ في الريتشارجد، قل. يبقى ده اللي يعرفني يا جماعه، ده اللي يعرفني اهو، من زيرو لبوزيتيف 2 ومن بوزيتيف 2 لزيرو. هنا دي عليت، فدي لما عليت يبقى دي ايه؟ صح، دي اوكسيديشن. دي كده حصل فيها ايه؟ اوكسيديشن اهو. بصوا كده دي اوكسيديشن. افضل ماشي مع السؤال واحده واحده. في مليون حاجه تعرفك مين الانود ومين الكاثود، في مليون حاجه تعرفني مين الاكسيديشن ومين الريدكشن. نكمل. طب ما دام عندي اوكسيديشن يبقى ده ايه؟ قال لي يبقى ده reducing ايه؟ agent. تمام. تاني يبقى من 0 لبوزيتيف 2 increase فين؟ في الريتشارجد، oxidation reducing agent. يبقى ده ايه يا ولاد؟ يبقى ده انود. طب ده ماله؟ قال لي ده نيجاتيف. اوبا، ايه ده الكلام ده؟ ثانيه يا ميس، ثانيه يا ميس فهميني يعني ايه نيجاتيف. استنى بقى اتقل عليا كده هفهمك يعني ايه نيجاتيف. هنا ده كده حصل فيه ريدكشن. ايه السبب؟ ان هو قل، ان هو ده ايه؟ قل من بوزيتيف 2 لزيرو. ده ايه؟ قل. فديكريس في الريتشارجد قل. يعني ايه قل؟ يعني اوكسيدايزنج ايه؟ ايجنت. يعني ايه؟ يعني بوزيتيف. طبعا انا كاتبالكم ان هي دي يعني ايه؟ كاثود. كاثود. ممتاز وجميل وفي رقي في اللي احنا بنشرحه. طب يعني ايه نيجاتيف؟ بصوا يا حبايبي، يعني انا دلوقتي كان معايا الزنك ب 30 صح ولا لا؟ اهو اكتب معايا كده ولا الزنك هنا في حالته ال 30. يعني هنا في حاله ايه؟ ركز معايا، يعني هنا في حاله الاتوم. حلو قوي. يعني هنا في حاله الايه؟ السوليد. اكتب لي كده الالكترونيك كونفيجريشن، افتكر معايا اهو. ده ماله؟ ده ارجون 18. ده ماله؟ قال لي ده ارجون 18 4s2. حلو تمام. ماله؟ ارجون 18 4s2. 3 دي كام؟ قال لي 3 دي 10. طيب ده مين؟ قال لي ده الزنك ابو 30. ده الزنك اللي بالزيرو. حلو قوي. طب الزنك اللي بالزيرو ده ايه اللي بيحصل فيه؟ قال لي الزنك اللي بالزيرو ده بالاتوم، يعني بالزيرو. طب بعد كده قال لي هيخرج يبقى زنك بوزيتيف 2. معذرة ان المكان ضيق، هتنزل زي ما هي ايه؟ ارجون 18. حلو. بس هيحصل ايه؟ هنمشي دي هتبقى 4s0. 3 دي كام؟ 3 دي 10. ايه اللي حصل؟ قلت، كانت ب 30 بقت ب 28. فانا بعوض عن الخساره اللي حصلت دي بكام؟ ركزوا معايا، بكام؟ ان هي نيجاتيف. انا كان معايا 30 دلوقتي بقى معايا ايه؟ 28. فانا قليت. تاني، انا كان معايا 30 فانا بقى معايا 28. فانا كده نيجاتيف بول. فانا كده عملت ايه؟ عملت لوز. حلو قوي اهو. هنا ده كده لوز. السبوره مش بترقص معايا، ايه ده بقى؟ اهو انا كده عملت لوز. اوكي. طب الكبر ده يا جماعه مش اصلا هنا كان بكام؟ قال لي بوزيتيف 2. يعني كان في انهي حاله؟ البوزيتيف 2. يعني كان عنده 27. ازاي مين 27؟ تعالى يا ابني اكتب، تعالى اكتب ورايا وافهم. هو اصله ايه؟ ارجون 18 4s1 3 دي 10. فهو يبقى 4s0 3 دي 9 و18 ارجون 18 يبقى فعلا 27.
طب ده بقى كان هنا في حاله اسمها حاله الايون، يعني في حاله اسمها حاله الاكوس، فعلا كان دايب وكان لونه بلو. فلما هيجي يخرج يا استاذ هيخرج كوبر، هيخرج يبقى ايه؟ هيخرج يبقى كوبر اهو، هيخرج يبقى كوبر بالاتوم. تمام، ركزوا معايا، هيبقى بكام؟ بال29. حلو، ارجون 18 4s1 3d 10. علي ولا معليش؟ فانا هنا من كون ان هو من بوزيتيف 2 لزيرو، لا فعلي، من 27 ل 29 فعلي، بعبر عنه ان هو حصل فيه ايه؟ بوزيتيف. بعبر عنه ان هو حصل اكتساب، جين، اكتسب. تمام. يبقى انا عندي ايه تاني؟ فهميني. انا عندي الزنك مع مين؟ مع الكوبر سلفيت. حلو قوي. خرج ايه؟ قال لي خرج عندك بدل ما كان زنك خرج بقى زنك سلفيت. طيب بدل ما كان كوبر سلفيت بقى كوبر. يبقى من زنك بالزيرو لزنك سلفيت حصل انكريس في الريتشارجد، اوكسيديشن، ريديوسنج ايجنت، انود يعني نيجاتيف، يعني حصل ايه؟ يعني حصل لوز. طيب كون ان انا قلت ان الزنك طرد الكبر، فالزنك كده معنى كده ان هو كان سوليد وبقى اكوس، صح؟ تعالوا، كان سوليد اهو وبقى هنا ايه؟ اكوس. ممتاز. فمعنى كده ان الماس بتاعه حصل فيه ايه؟ قل. حصل ايه؟ قال لي حصل ديكريز. يبقى ناخد بالنا، انت حصل عندك انكريس في الريتشارجد لكن حصل عندك ديكريس فين؟ قال لي حصل عندي ديكريس في الماس. الماس قل. يبقى اهو حصل انكريز في الريتشارجد وديكريس فين؟ في الماس. وعندي الحاجه دي لسه هقولها لكم، اللي هي الستاندر اوكسيديشن بوتنشال. طبعا انا بتعامل معاكم ان انتوا زيرو في التشابتر، فلسه هقولها قدام. طب هنا قال لي دي كانت دايبه في حاله الاكوس اهي، بقت ايه؟ سوليد. فهنا حصل ايه يا جماعه؟ ها ايوه برافو، حصل انكريز يا ابني. انكريز فين؟ انكريز في الماس. عكس ايه؟ عكس الريتشارج ديكريز. تاني هعيدها لكم بسرعه. بمجرد ما انت فهمت الانترودكشن بتاع التشابتر ده، الحمد لله انت كده فهمت بنسبه ب 80% او بالظبط 75% من التشابتر. لو انت فهمت الكلام اللي انا كاتباه على البورد ده بس، فانت كده فهمت بكام؟ بنسبه قد ايه؟ 75% من الشابتر. فانا هراجعه تاني عشان لما اجي اقراه من الملزمه هقراه تاني بايه؟ بالتفاصيل وبالديتيلز. ركز معايا يلا يا ابني. عندي هنا الزنك، لما احطها على الكبر سلفيت هيطلع عندي ايه؟ زنك سلفيت. كون ان كانت هنا في حاله الزيرو يعني في حاله الاتوم، يعني في حاله السوليد. لما اجي اكتب لك كلمه سوليد هنا الستيت بتاعتها سوليد، يبقى هي كده في حاله الاتوم. اتوم يعني ايه يا جماعه؟ يعني ايه اتوم؟ اتوم يعني ولا عملت لوز ولا عملت جين ونو كيميكال رياكشن، ما دخلتش في كيميكال رياكشن. ده معنى كلمه اتوم. تمام؟ فمعنى كده ان هي في زيرو يعني ان هي ايه؟ سوليد يعني ان هي اتوم. طيب بعد كده خرجت بقت ايه؟ بقت بالبوزيتيف 2 من 0 لبوزيتيف 2، فحصل هنا عندك اوكسيديشن. طب يعني ايه اوكسيديشن؟ يعني حصل لها ريديوسنج ايجنت. طيب من زنك لزنك سلفيت هنا كانت بايه؟ بالسوليد. حلو، خرجت بقت ايه؟ بالاكوس. طب هنا كانت بالزيرو، خرجت بقت بالبوزيتيف 2. طب هنا كانت بايه؟ هنا كانت بالاتوم، خرجت بقت بالايون. هنا كانت بالاتوم، خرجت بقت بالايون. طيب تمام، حلو جدا. يبقى الزنك انكريس في الريتشارجد، اوكسيديشن، ريديوسنج ايجنت، انود، نيجاتيف بول. اوكي، حصل فيها لوز، ديكريز في الماس. ماشي. طب هنا الكبر هنا كانت داخله تفاعل كيميائي، كانت داخله كيميكال رياكشن. فالكبر هنا مش اتوم، الكبر هنا ايون، الكبر هنا ايه؟
ايون، تمام، ومالها بوزيتيف 2، تمام، وهي اكوس. 3 حاجات تاني اهو. بوزيتيف 2 هي مالها اكوس. طب حالتها ايون. طب كمل معايا. خرجت بقت بالزيرو. طيب كانت اكوس بقت سوليد اهو. كانت ايون بقت اتوم. طب ده يدل على ايه؟ ان حصل لها ديكريز من بوزيتيف 2 لزيرو. حصل لها ديكريز في الريتشارجد. حصل لها ايه؟ حصل لها ديكريز. فحصل لها ريدكشن. يعني ايه ريدكشن؟ يعني اوكسيدايزنج ايجنت. طيب انا اكتسبت، كسبت، فانا هنا كده بوزيتيف جين، وحصل لها انكريس فين؟ في الماس. معلومه بقى مهمه، احنا خلصنا الجزئيه دي. بصوا بقى، عايزه اقول لكم حاجه، دي اسمعها بقى كده كويس، عشان دي شابتر كام؟ شابتر 4. هربطها بشابتر 1. صباح التربيط. تعالى ركز معايا. بصوا كده، مش انا كنت لسه جايبه لكم البيكر دي وكاتبه لكم هنا، حاطه لكم هنا كده سوليوشن. السوليوشن ده عباره عن كوبر سلفيت. يا استاذه. وحاطه لكم هنا بيس من الزنك. حلو. قلت لكم ان ده بلو. طيب بعد فتره ده يتحول يبقى كارلس. طبعا مفيش حته. استنوا كده اما نشوف الالوان. ممكن ناخد اللون ده. استنوا كده. اللون ده انا معرفش، مش باين عندكم، بس انا بحاول افهمكم ان هو كارلس يعني. تمام. ان شاء الله يكون باين عندكم. تمام. اللون ده هو ما احنا مش حاطه لون عامه، باذن الله يكون باين. فهنا ايه اللي حصل؟ لا نكتب بقى بلون تاني اهو. بصوا كده بالظبط بيبقى شكلها كده. ده بيكون مين؟ قال لي انا كاتبه كارلس. ده بيكون بقى مين؟ الزنك سلفيت، اللي هو كارلس. هكتبها تاني عشان انا اصلا واقفه قدامها مش شايفاها. طب وده بيكون مين؟ قال لي ده بيكون الكبر. طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انت عندك يا حبيبي اللون اتغير. اجي اسالك ليه؟ تقول لي سبحان الله، سبحان الله من عند ربنا. الايمان بقى، ايمان بقى نزل عليك بقى في الحته دي. لا طبعا، ما هو من عند ربنا وكل حاجه الحمد لله، بس ليه؟ ايه السبب؟ انا بسالك هنا. تيجي بقى هنا في الحته دي تقول لي ان الكبر اللي بالبوزيتيف 2 تكتب لي الاكسيديشن ستيت بتاعتها. هي هنا في انهي اوكسيديشن ستيت؟ بوزيتيف 2. تقوم داخل على المرحله اللي بعدها. هي عندها ايه شكل الالكترونيك كونفيجريشن؟ يا ميس ارجون 18 صح يا ولد. 4 اس 0 صح يا ولد. 3 دي 9 صح. عندها ايه؟ عندها 1 سنجل الكترونز. عندها 1 سنجل الكترون. عندها 1 unpaired. عندها magnetic مومنت. عندها 1 سنجل الكترون unpaired magnetic مومنت. ده كله هنقوله. طب الزنك اصلا، فعشان كده عندي لون. طبعا من شروط المين ترانزيشن اليمنت ان لازم يكون عندك unpaired. تاني من شروط الترانزيشن اليمنت ان لازم يكون عندك ايه؟ unpaired. يعني ايه unpaired؟ يعني يكون عندك يا 3 دي 1 من 3 دي 1 ل 3 دي 9. ده كده معناه ان تم تواجد unpaired. بس بالمناسبه 3 دي 1 دي اصلا الاسكاديوم برضو colorless، ما يعني 3 دي 1 دي ما اثرتش في حاجه. حلو. دي كده شروط الامبير. وكنا بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها ايه؟ ايه اللفظ اللي بنطلقه عليها؟ بنطلق عليها لفظ البارا ماجنتيك. بنطلق عليها لفظ ايه ولا؟ البارا ماجنتيك. طب اكتب لي بقى المعلومات اللي تحتها بقى. ماشي. كان عندك هنا بقى ايه؟ الزنك. الزنك في حاله ايه؟ الزنك في حاله ال 30 هنا دخل عمل كيميكال رياكشن.
بقى زنك ايه؟ بوزيتيف 2. طب اكتب لي كده الزنك في حاله البوزيتيف 2. طب يلا بينا اهو اعمل له كده. قال لي عندي ارجون 18. احنا كده بنكتب ايه؟ الالكترونيك كونفيجريشن. احنا كده بنكتب الالكترونيك كونفيجريشن ارجون 18 4 اس 4 اس 0. 3 دي كام؟ 3 دي 10. ده ستيل انت لسه عندك 3 دي 10. كون ان انت لسه عندك 3 دي 10 يبقى انت الضايا ماجنتيك، لاني لسه من ثانيه واحده قلت لك البارا ماجنتيك منين لمنين؟ من 3 دي 1 لحد 3 دي 9. طب هو الضايا ماجنتيك ده عباره عن ايه؟ عن حاجتين. بصي كده ركز معايا اهو، ده كده بنقول عليه ايه؟ ضايا ايه؟ ضايا ماجنتيك. طب هو الضايا ماجنتيك ده عباره عندك عن ايه؟ عن اتنين مالهمش تالت، يا 3 دي 0 يا 3 دي 10. طب هو انا ليه سويت الاتنين ببعض؟ لان انا عندي لما باجي برسم الاوربيتالز، ركز معايا، لما باجي برسم ايه؟ الاوربيتال كده بقول 1 2 3 4 5. حلو، هرجع تاني 6 7 8 9 10. فانت عندك اول بوكس اللي بيحصل فيه بيلغوا بعض، تاني بوكس بيلغوا بعض، تالت بوكس بيلغوا بعض بيلغوا بعض بيلغوا بعض. فبالتالي عندك ال 3 دي 0 زيها زي ال 3 دي 10. الاتنين ماشيين مع بعض كانهم ايه؟ توأم. فانا بالتالي الزنك عندها the only one oxidation state. the only one oxidation state، هي واحده بس. فبالتالي هي هتفضل زي ما هي ضايا ماجنتيك. ال 3 دي 10 دي مستحيل تبقى ضايا ماجنتيك. فده سبب من اسباب ان الزنك ما يبقاش معايا من ترانزيشن اليمنت ويبقى نون ترانزيشن اليمنت. ده اول سبب. تاني سبب هو ده سبب من اسباب ان هي ما بتتلونش. يبقى ايه السبب لعدم ظهور لون؟ ان هو ضايا ماجنتيك. طب ايه السبب لظهور لون في الكبر؟ ان هو بوزيتيف 1، ان هو هنا كان في ايه؟ عنده 1 امبير. يبقى انا لما اجي اسالك هو ليه الكبر سلفيت ليه لون؟ علشان هتقول لي ان هو بارا ماجنتيك، وان الكبر عندها سنجل الكترون او 1 امبير او 1 ماجنتيك مومنت. ليها كذا لفظ، ليها 3 الفاظ: سنجل الكترون، امبير، ماجنتيك مومنت. او نيجي ندخل على الزنك نقول ان هو ليه كارلس؟ ليه لما الزنك دخل مكان الكبر بقى كارلس؟ علشان الزنك ضايا ماجنتيك. تمام. انا عارفه ان احنا هارينا كتير والكلام كتير، بس ستيل ان ده اصعب شابتر بعد الاورجانيك. تمام. انا حاسه ان احنا لازم نقرا بقى من الملزمه، احساسي بيقول لي كده دلوقتي. يلا بينا. طبعا احنا بدانا ايه؟ بالديفينيشن. بصوا يا جماعه، الملزمه فيه بعض التعديلات هقول لكم عليها عشان الملزمه دي معموله متاخر شويه. تمام، اي خدمه يعني. يا ريت بقى تتنيلوا وتذاكروا بقى، ما تقرفوناش عشان هي مش ناقصه. طبعا اهو الديفينيشن بيقول لك ايه؟ ده الديفينيشن بتاع الالكتروكيمستري. بيقول لي هو it is the branch of the chemistry. طيب هو عباره عن ايه؟ قال لي الكيميكال انرجي او الكيميكال رياكشن بتتحرك منين لمنين؟ من كيميكال رياكشن into electrical current. طب اللي بيحصل ده بيحصل ايه؟ قال لي ده تلقائي دون تدخل الانسان. طب هو ايه اللي بيحصل تلقائي؟ الريدوكس رياكشن. طب هو يعني ايه ريدوكس رياكشن؟ يعني اوكسيديشن ويعني ريدكشن، الاكسده والاختزال. تمام. طبعا المفاهيم الورقه اللي هتجيلك بالعربي المترجمه انت مش هتستخدمها، لان هتلاقي فيها الفاظ انت مستحيل تتخيلها اصلا، اكسده واختزال، فمش هتكون فاهم، فما تبصش عليها خالص. اهو هتلاقوا معلش الكلام لما هبعت لكم الملزمه هتلاقوا الكلام شويه داخل في بعضه، معلش نعدي تلك الملزمه وبعد كده هنعدل. هنا بقى طيب ايه انواع السل؟ عندك نوعين. مش انا قلت لك في اول التشابتر هنمشي في بدايته على كلام، وفي اخر التشابتر اللي هو الحصه الجايه يعني بارت 2 هننهي على كلام تاني؟ ده بدايه الكلام. وافتكر ان احنا لما هنيجي نمشي في التشابتر ده هنمشي بالسهم وهو عامل كده. لما هنيجي نحل التشابتر ده هنحله بسهمين. حل التشابتر ده حله بايه؟ بسهمين. همشي بسهم عامل كده، ودي همشي فيها، بص ركز معايا كده، ركزوا، همشي بسهم عامل كده. اكتر حاجه انت بتتلخبط فيها في الامتحان هما الجزئين دول. والله لو قدرت تفرق بالسهمين وقدرت تفكر في ايه اللي بيحصل بين الفرق ده وبين الفرق ده، والله لا تعرف تحل.
انا عايزاكم تركزوا بس في الحته دي، بس ايه، لا تركزوا طول الفيديو علشان هو مهم بصراحه. تعالوا، ايه الجالفانيك سيل؟ الجالفانيك سيل دي اللي هي اللي انا كنت بشرحها دلوقتي، اللي انا كنت بشرحها في النوتس، هي دي الجالفانيك سيل. دي اللي احنا هنوجع قلبنا، اللي هو 75% من اللي اتشط، هي دي الجالفانيك سيل كلها. تمام. انما الاخيره الالكتروليتيك سيل، باذن الله باذن الله يوم ما تفكري كده تتخطبي، اللي هو كلنا وانا وانتوا هنيجي نتخطب كده بدهب، ما خلاص بقى خلاص راح زمن الدهب ده بقى. ممكن دهب صيني ممكن محبسين نطليهم بقى ايه، نطليهم دهب. فهي هناخد الحته دي بقى، في الحته دي في الجزء ده هنيجي عند دي، هنستعين بقى بايه، بالالكتروليتيك سيل دي. اتفقنا؟ احنا هنا في الجالفانيك. طب يلا، الجالفانيك بيقول لي ايه؟ بيقول لي هي نوعها اللي هي الفولاتيك سيل. excuse me، نوعها ايه؟ الفولاتيك سيل. بيقول لي this the type الكيميكال رياكشن into electrical current، وقال لي بتحصل ايه؟ spontaneous redox reaction، oxidation وريدكشن. طب الثانيه اكيد عكسها، ما هم نوعين، نوع عكس نوع اكيد، لاني في البدايه قلت لك ايه؟ الكلمه وعكسها. تمام، يبقى دي ايه؟ مش دي من كيميكال رياكشن تو الكتريكال كارنت، يبقى العكس، من الكتريكال كارنت لكيميكال رياكشن. ايه ده يا ميس؟ ده انا كاني بشحن اللابتوب. جدع كده، انت فاهم، انت كده بتخلص الايه؟ الريتشارجد ثم بترجع تشحن. احنا بقى هناخد ازاي بنخلص الريتشارجد وازاي بنشحن، هناخد الاثنين. تمام. طب دي اكيد مش سبونتينوس، اكيد نون سبونتينوس، لان انت مثلا لو اللاب دلوقتي وانا بتكلم معاك مره واحده فصل، الا بقى لو فصل وانا بقول الحته دي تكون جامده. تمام. لو فصل فعلا انت هتقوم تجيب ايه؟ هتقوم جايب الايه؟ الشاحن، وشاحن ايه؟ اللابتوب نون ايه؟ نون سبونتينوس. طيب هنا بقى انت عندك ايه؟ انا عامله لك كومبير. طب ايه الكومبير؟ اهو ده الجالفانيك سيل وده الالكتروليتيك سيل. بصوا كده، ده السهم وده السهم عندك. هنا بيقول لي ان احنا بنمشي هنا من ايه؟ من كيميكال لالكتريكال. هنا سبونتينوس صح. طب هنا من الكتريكال لكيميكال، هنا نون سبونتينوس. طب هنا قال لي انا هنا عندي حاجه اسمها، بصوا ركزوا، انا هنا عندي حاجه اسمها ايه؟ اوكسيديشن رياكشن. طب انا هنا عندي مين؟ الريدكشن. طب هنا قال لي العكس، مش احنا شقلبنا السهم؟ يبقى بص هو مش كان كده؟ هناخده كده ايه؟ نشقلبه، هيبقى هنا ايه؟ اوكسيديشن. طب هنا قال لي هنا ريدكشن. طب هنا عندك نيجاتيف بول اهو، نيجاتيف بول فين؟ في الانود. ما هو الاكسيديشن هو الانود، هو النيجاتيف بول. طب تحت ده الكاثود، ده مين؟ ده البوزيتيف. طب هناك العكس، الاكسيديشن هو البوزيتيف. بصوا كده، الانود في الجالفانيك نيجاتيف، الانود في الالكتروليتيك ايه؟ بوزيتيف. طب الكاثود في الجالفانيك بوزيتيف، طب الكاثود في الالكتروليتيك نيجاتيف. اتفقنا؟ طيب ندخل على اللي بعده. اللي بعده اللي انا لسه شارحاه حالا، فدي مش هناخد فيها وقت، هنعديها بسرعه. تمام. ركزوا معايا بس عشان ايه الحته دي ايه؟ الحته دي بالزياده، معلش. الحته دي كده ايه؟ نشطبها خالص اهي، اشطبوها عندكم. لو انتوا بتكتبوا ورايا، الناس اللي ما تعرفناش اللي بيكتبوا ورايا يشطبوا الحته دي. قلت لكم معلش بنعمل تعديلات على الملزمه، معلش. تاني، احنا عندنا مين؟ عندي الزنك. لا لا لا، انا حاسه ان انا كده صغرت الخط قوي. بصوا بقى يا ولاد اهو، ده هنا سبيس اهو. بص قال لي دي هنا عندي بالزيرو، دي هنا عندي بايه؟ بالزيرو. طب دي قال لي بالبوزيتيف 2. طب دي اهي بوزيتيف 2. طب دي اهي بالزيرو. طب من زيرو لبوزيتيف 2 حصل هنا ايه؟ يلا افتكروا كده معايا، من زنك لزنك سلفيت. يلا ورايا وانتوا بتكتبوا، والله العظيم لو قعدتوا تكتبوا الحاجات دي كتير ربنا هيكرمكم وهتدخلوا الجامعه اللي انتوا نفسكم فيها. الاكسيديشن ومين؟ والريديوسنج ايجنت. كملوا معايا، يلا كمل انت. جدع، سامعاك. نيجاتيف بول صح. وعندك ايه يا ولد؟ عندك انود. يبقى انت عندك اوكسيديشن وريديوسنج ايجنت ونيجاتيف وانود. ممتاز. حصل ايه بقى؟ حصل انكريز
كانك بتكتب ايدين. حصل انكريس فين؟ في الريتشارجد. حصل انكريس فين؟ في الريتشارجد. وحصل ديكريس فين؟ في الماس. وحصل ديكريس فين؟ في الماس. طيب من كبر سلفيت لكبر، من كبر سلفيت لكبر، حصل عندك ايه؟ حصل عندك كاسود. حصل عندك ايه؟ كاسود. انا بس بكتب عشان المكان يكفي. حصل عندي ايه؟ ريدكشن. طب يعني ايه ريدكشن؟ يعني اوكسيدايزنج ايجنت. ناخد بالنا عشان في طلاب كتير بتتلخبط في الجزئيه دي. يعني ايه؟ يعني بوزيتيف. يعني ايه برضو؟ قال لي يعني حصل ديكريز فين؟ في الريتشارجد. ما كتبتهاش. حصل ديكريس فين؟ في الريتشارجد. وحصل انكريس فين؟ انكريس في الماس. طيب يبقى انا هنا حصل ايه؟ كل اللي حصل ده ماله؟ تلقائي. وانا كان هنا عندي اللون ايه؟ اللون كان لون بلو. من زنك للكبر سلفيت هنا ايه؟ قال لي زنك مع الكبر سلفيت دي كان لونها ايه؟ قال لي كان لونها بلو. قال لي كان لونها ايه؟ كان لونها بلو. حلو. لما جت بقى تتفاعل خرجت بقت ايه؟ بقت كارلس، بقت زنك سلفيت. طب ليه؟ قال لي علشان الزنك بوزيتيف 2 ضايع ايه؟ ضايع ماجنتيك. انما الكوبر بوزيتيف 2 كان ايه؟ كان بارا ماجنتيك، وكان عنده 1 امبير، انما ده 0. طيب اهو ده اللي انا ايه شرحناه. يلا اهو ده جزء الانود. ده جزء الانود لوحده، ان الزنك بالزيرو خرجت بقت بوزيتيف 2، وبعرفكم ان حصل لها لوز، وان هي اوكسيدايزنج ايجنت، وان هي ايه؟ مالها؟ دي كان كلمه بوزيتيف ايون دي يعني هي حصل لها انكريز، لكن هي النيجاتيف بول، هي النيجاتيف. ماشي. هو هنا بوزيتيف ايون يعني كانت بالزيرو خرجت بالبوزيتيف 2، ده معناه ايون. وهنا دي كانت في حاله الايه؟ الاتوم، عشان ما حدش يتلخبط. وهنا دي في حاله الايون. ناخد بالنا حبايبي. طب دي ايه يا ميس؟ دي في حاله الايون، ودي في حاله الايه؟ الاتوم يا ابني. ودي ريدكشن يعني جين، يعني ايه؟ يعني هنا دي اوكسيدايزنج ايجنت، انما دي ريديوسنج ايجنت. طيب تيجي بقى نتكلم في حته مهمه قوي، ان دي كده اسمها هاف سيل. حلو. وان دي برضو اسمها ايه؟ هاف سيل. وان دي كلها اسمها ايه؟ سيل. يوم حد يجي يقول لي ميس انا سمعت حاجه اسمها السيل دياجرام. هو ميس معلش، هو السيل دياجرام ده بيتعمل ازاي؟ بتقوم انت حاطط خطين كده في النص. فاكر شكلك قبل الثانويه العامه؟ الترندات اللي بتطلع على التيك توك دي، حد يحط لك صورته قبل الثانويه العامه ان هو كان يا عيني شاب بقى وداخل بقى بحماس البدايات، ويحط لك صورته بعد الثانويه العامه يوريك ان هو بقى قد ايه راجل كبير ورب دقن بقى شغل بقى الشغل ده. نفس الكلام هنا. فاحنا هنحط خطين، ماشي، وهنحط هنا خط وهنا خط. تمام. هنا هيبقى عندك ايه؟ هنا يبقى عندك جزء الانود، وهنا يبقى عندك جزء الايه؟ جزء الكاثود. تمام. هنا يبقى جزء الانود وهنا جزء الكاثود. هنا ده الرياكتنت وهنا ده ايه؟ البرودكت. هنا ده الرياكتنت وده البرودكت. مش فاهم يا ميس؟ بالراحه. مش انا قلت لكم يا حبايبي ان احنا عندنا حاجه اسمها انود وعندي حاجه اسمها كاثود؟ صح. تعالى ركز معايا. هو مين الانود؟ اهو. فين حالته في الرياكتنت؟ الزنك بالزيرو. طب فين حالته؟ اهو حاله الانود. حاله الزنك في الرياكتنت اهو. طب حاله الزنك في البرودكت؟ زنك بالبوزيتيف 2. في فرق. حصل انكريس في الريتشارجد، يبقى لازم لما اجي الاقي جزء الانود ده لازم الاقي حصل انكريس فين؟ في الريتشارجد. كان بالزيرو بقى بالبوزيتيف 2، كان مثلا بالبوزيتيف 2 بقى بالبوزيتيف 4. لازم يا جماعه يكون حصل عندك انكريز. طب ده جزء مين؟ الانود. طب جزء الكاثود، جزء الريدكشن، العكس اهو، من بوزيتيف 2 ده في الرياكتنت للزيرو. ماشي. ده انود وده مين؟ ده كاثود. ده السيل دايجرام. يبقى السيل دايجرام بنعمل ايه؟ خطين في النص، خط يمين خط شمال، افتر بيفور اهو. رياكتنت برودكت، رياكتنت برودكت. فهمتوا يا اولاد؟ يلا
شابتر جميل والله. هنقعد بقى نعيد تاني اهو. ده الزنك مع مين؟ الزنك بالزيرو، وكان عندك الكبر بالبوزيتيف 2، خرج زنك بالبوزيتيف 2 وخرج عندك كبر بايه؟ كبر بالزيرو. وان هنا ده حصل في ايه؟ قال لي ده حصل هنا في ايه؟ اوكسيديشن وده ريدكشن. طيب وده السيل دياجرام اللي انا لسه رسمها لكم. حلو. وناخد بالنا ان انت عندك البير دي كده اسمها سنجل بير، وان الاتنين دول اسمهم ايه؟ دبل. تمام، حلو قوي. وناخد بالنا يعني ايه انود؟ يعني الاكسيديشن يعني نيجاتيف. تمام، ايه؟ نيجاتيف في الجلفانيك وبوزيتيف في الالكتروليتيك. لازم كل شويه اجي اعرفك. والكاثود ماله؟ هو الريدكشن، بوزيتيف في الجلفانيك ونيجاتيف في الالكتروليتيك. طب تمام. والريديوسنج ايجنت، الريديوسنج ايجنت ده يعني ايه؟ يعني اوكسيدايز، يعني بيلوز. تمام، بيجي مع مين؟ مع الانود. طب اوكسيدايز قال لي دي الريديوسنج ايجنت، سوري انا ريديوسنج ايجنت بتيجي مع مين؟ مع الاوكسيدايز، بتلوز مع مين؟ مع الانود. طب الاوكسيدايزنج ايجنت بتيجي مع الريدكشن بالجين، يعني بتيجي مع الكاثود. الحاجات دي مهمه واختصارات. طيب بعد كده هنا لا دي مش مهمه، دي الصفحه دي هنعديها. طب تمام، حلو قوي. بعد كده هنتكلم عن الجلفانيك سيل، هرجع راجع لكم عليها علشان دلوقتي هدخل على مين؟ على استاذنا المحترم دانيال سيل. هخلص دانيال سيل. بعد كده هعرفكم كام معلومه كده مهمه، وندخل بقى فين؟ في الباتريز. هحاول اخلص لكم في الفيديو ده كل الباتريز على قد ما اقدر، اللي هي السيل، الميركوري سيل والفيول سيل والليد والليثيوم النهارده في الفيديو ده. وايه تاني؟ ممكن الفيديو الجاي اخلص لكم الباقي كله، او ممكن النهارده اخد حاجات زياده. ماشي، تعالوا بصوا، بشارككم في افكاري عشان انتم مهمين عندي. اتمنى زي ما انتم مهمين عندي مادتي تكون مهمه. انا كده كده مادتي مهمه، دي جايه تاني ماده. شفتوا اهميتها؟ مهمه انسانه مهمه. وحش الكيمياء، واو، قول الله. ركز يا ولد. الجلفانيك سيل بقى، اول ما اقول لك الجلفانيك سيل، بص انا قاعده عماله انبح في صوتي. طب انت عامل ايه؟ بص كده، بص اعمل لي كده. نعمل ايه؟ نعمل صفحه اهو، نعمل صفحه كده. فلنفترض ان انا مثلا عندي الزنك، هندي مثال على الزنك، وزنك على مين؟ ومثال على مين؟ على الكبر. اول لما اقول لك جلفانيك سيل تقول لي ايه؟ ان احنا عندنا حاجه اسمها ايه؟ ان الزنك ده اعلى، وهفهمك اعلى في ايه دلوقتي. الاكسيديشن. وعندي مين؟ وعندي ان ده الريدكشن. يعني ايه؟ يعني ده الانود. بص انا اول ما قلت كلمه ده اللي يترجم. وده مين؟ ده الكاثود. طيب اوكسيديشن يعني ايه؟ قال لي يعني reducing agent. طيب ده قال لي يعني oxidizing agent. طب ده ماله؟ قال لي يعني ده نيجاتيف بول. طب ده قال لي ده بوزيتيف بول. طيب تمام، ايه تاني؟ قال لي ده بيلوز. طب ده بيعمل ايه؟ قال لي ده بيجين. طب تمام، حلو. قال لي ده من زنك كان بالزيرو، يعني كان بالسوليد، يعني كان في حالة الاتوم، خرج بقى زنك بالبوزيتيف، يعني في حالة الاكوس، يعني في حالة الايون. حصل عندك ايه؟ سوري، حصل عندي انكريز، حصل عندي انكريز في الريتشارجد. تمام، وحصل عندي ديكريس فين؟ ايوه يا ولاد، ديكريس فين؟ في الماس. تمام، حلو. طيب الناحيه الثانيه كان عندي مين؟ كان عندي كبر بالبوزيتيف 2، خرج عندي بقى كبر بالايه؟ خرج عندي بقى كبر بالزيرو. دي هنا في حاله الايه؟ قال لي دي في حاله الاكوس. طب دي في حاله الايه؟ السوليد. تمام، هنا دي في حاله الايه؟ الايون. دي في حاله الايه؟ الاتوم. طب دي هنا حصل فيها ايه؟ ديكريز في الريتشارجد. ودي حصل فيها ايه؟ increase في الماث. فانت المفروض تترجم كل ده. اول لما اقول لك الكلمه دي تترجم لي كل ده حبايبي. اتفقنا؟ يعني دي مفتاح الجلفانيك.
خدوها سكرين او اكتبوها، اكتبوها مهمه. يلا اهو. هنا بقى هنبتدي ندخل على الجالفانيك. بيقول لي ان الجالفانيك سيستم ده هو كيميكال انرجي تو مين تو الكتريكال انرجي، وان اللي بيحصل ده طبعا بيحصل سبونتينوس، يعني حبايبي تلقائي. هو ايه يا ميس اللي بيحصل سبونتينوس؟ الاكسيديشن والريدكشن. طيب احنا عايزين نعرف ايه الستراكشر اوف جالفانيك، يعني ايه التعريف بتاعنا. عندي حاجه اسمها الانود وعندي حاجه اسمها الكاثود، والاثنين كل واحد منهم بياخد هاف سيل، ده بياخد هاف سيل وده بياخد هاف سيل. طب الالكترولايت، الالكترولايت ده اللي بيكون الكوبري اللي بيوصل بين ده وبين ده، ده بيكون مين؟ الكوبري. والله بيكون السولت بريدج اللي هو موجود فين؟ في دانيال سيل، اللي هو مين؟ الصوديوم سلفيت، بتتكتب كده تمام. الصوديوم مين؟ الصوديوم سلفيت. يبقى ايه الالكترولايت؟ اللي هو السولت بريدج. مين؟ السولت بريدج. وعندي الالكتريكال واير اللي هو الواير السلك، الالكتريكال واير اللي هو بينقل مين؟ من الزنك لمين؟ للكبر، ده الالكتريكال ايه؟ واير. طيب انا عندي حاجه اسمها الالكترود بتاع الهاف سيل. الهاف سيل ده سواء هاف سيل في الانود او سواء هاف سيل فين؟ في الكاثود. طيب ندخل. ماشي، هنا مفيش حاجه تاني. ماشي يلا بينا. ده بقى مين؟ عمنا الكبير دانيال سيل. طيب تعالوا بقى ايه، اكتبها لكم في النوت بطريقتي. خدوا دي سكرين، مش هقول تاني. يلا بينا المدينة. الله الله، مبدعة، إبداع، الله الله. لا استنوا، مش عجباني مش عجباني مش عجباني، هرسمها تاني، هرسمها تاني. يلا بينا المدينة. إن شاء الله ربنا يرزقنا زيارة المدينة. والله يا جماعة كانت أيام حلوة قوي لما رحت المدينة. هبقى أطلع لكم بقى في فلوج أحكي لكم إيه اللي حصل معايا. أحلى أيام. ماشي. حاساهم مش متساويين، مش عارفة ليه هم مش عايزين يظبطوا معايا والله العظيم. استنوا اهو كده ظبطت الحمد لله. بصوا بقى، هنحط هنا مين؟ زنك. حلو. وهنحط هنا مين؟ كبر. ماشي حلو. وهنحط هنا مين؟ لمبة. حلو. وهنجيب هنا الكتريكال واير. حلو ماشي. ولازم نعرف كل جزء من هو الجزء الثاني. ادينا purple violet. هنا ده مين؟ ايوه ده الزنك. طب ده مين؟ قال لي هذا الكبر. طيب احنا بناخد من مين نودي مين؟ قال لي باخد من ده اودي لده، من ده اودي لده اهو. تمام اهو. حلو قوي. باخد من الزنك اودي مين؟ اودي الكبر. حلو. وهنقعد نرص الرصه بتاعتنا كالمعتاد. شفت الرصه اللي انا رصيتها هنا اهي، اهي والله العظيم هي كوبي بيست. بصوا استنوا اقول لكم على حاجه. احنا ممكن نعمل حاجه، انا غلطانه انا ما رسمتش الرسمه دي هنا. تعالوا ارسمها لكم عشان ايه ما نقعدش ايه نضيع وقت ونكتبها تاني. اهي بصوا اهي. حلو. ده مين؟ ده زنك. وده مين؟ وده الكبر. حلو جميل. طبعا انا لازم اعرفكم ان الزنك هو اللي بيروح مين؟ للالكتريكال وايرز، للالكتريكال ايه؟ وايرز اهو. حلو ماشي. الزنك هو الاكسيديشن والكبر هو الريدكشن، ده الانود وده الكاثود، ريديوسنج ايجنت ونيجاتيف. طيب احنا بعد فتره يعني بعد وقت ايه اللي هيحصل؟ اللمبه دي هتكون منوره مره واحده واحنا قاعدين واللمبه دي منوره لنا حياتنا، ومره واحده حصل ايه؟ فصلت، خلصت.
اللمبه اللي خلصت ولا التفاعل اللي خلص؟ لا التفاعل اللي خلص. ايه ده ميس، هو التفاعل ممكن يخلص؟ اكيد طبعا، زي ما طاقتنا بتخلص. هو نفس الكلام، بتكلم بجد بجد. هنا الطاقه بتاعتهم خلصت. يعني ايه؟ يعني يا عيني الزنك ده كان داخل كده. بصوا الزنك كان داخل عامل ازاي. الزنك ده كان داخل كده، دخل اول ما كان داخل الرياكشن كان داخل بحماس، خرج مفيش، كانه كان مع حد هو اللي بيدي، بس تعب من كتر ما هو عمال يدي ما بياخد، بيدي فضي، الراجل اتفضى. مين ده؟ الزنك. طيب بعد كده عندي الكبر. الكبر ده بجح شويه بقى، تعب من كتر ما هو عمال ياخد عمال ياخد. بصوا ده تعب من كتر ما هو بيدي، وده تعب من كتر ما هو بياخد اهو. تمام. فيحصل ايه يا جماعه؟ هيحصل ان اللمبه هتقف هنا، هوبا سكالوبا هوبا، اللمبه وقفت. ليه؟ عشان الزنك وصل اعلى مرحله من مراحل ان هو لوز. طب والكبر وصل لاعلى من مراحل ان هو تسبجين. عايزين حل يا جماعه، ادونا حل. قال لك بس الحل ايه حلها؟ اكيد كوبري. اكيد احنا كل ما بنتزنق بنعمل، حتى في الكيمياء والله بجد اهو هنعمل كوبري اهو، هنعمل سولت بريدج. يبقى حلها ايه؟ حلها السولت بريدج. يبقى احنا حلينا هنا ايه؟ السولت بريدج. طب السولت بريدج ده بيعمل ايه؟ قال بيدخل يسرع. هو مش زنك خاص خالص، هننزل له حاجه تقعد ايه؟ تديله تشارجت، ترجع تنشطه. طب هو مش الكبر اتملى قوي؟ هننزل له حد ياخد منه حبه بريسبيتيت. يعني بنزل حاجه للزنك تديله، وبنزل حاجه للكبر تاخد منه. ده مين؟ ده سولت بريدج. يبقى انا هنا علشان دانيال سيل يكمل التفاعل بتاعه كله ويحصل ايه؟ قال لك هنعمل سولت بريدج. طب ايه الفايده من سولت بريدج؟ ان اللمبه تفضل شغاله وان التفاعل الكيميائي بتاعي يفضل شغال. طب لو مفيش سولت بريدج لا هتقف، علشان بيجي يسالك ايه اهميه السولت بريدج؟ لو مفيش سولت بريدج بتقف. طب لو انا استخبيت وحطيت اي سولت بريدج، ما ينفعش يا جماعه، لازم حاجه معينه نحط بيها ايه؟ السولت بريدج. السولت بريدج لازم يكون عندك مين؟ الصوديوم سلفيت. طبعا السلفيت هتنزل كده والصوديوم هتنزل كده. طيب لو انت جيت في مره ولقيت سؤال بيقول لك يا جماعه احنا هنحط السولت بريدج بتاعنا الصوديوم سلفايد، عاديه؟ لا مش عاديه. هي مش الصوديوم سلفيت زي الصوديوم سلفايد؟ لا طبعا. دي الاس دي، لا مش الاس 2، معلش. اهي الاس دي اول لما تلاقي الكبر دي هتنزل تعمل معاه رياكشن وتبقى كبر سلفايد. ايه ده؟ كبر سلفايد بيديني ايه ده؟ بيديك بلاك بريسيبيتيت. بدل ما انت هتعمل تفاعل كيميائي ويكمل عندك، لا ده انت هتعمل بريسيبيت، ده هيقف وهيبقى براسب اسود. يعني الاثنين، يعني هيقف وهيبقى براسب اسود. ما فاهم؟ ما ينفعش. لازم لما اجي اختار السولت بريدج بتاعي لازم اختاره بعنايه كامله. يعني لازم يكون عندي مين؟ الصوديوم سلفيت. طب ايه تاني ما اقدرش استخدمه؟ الباريوم كلورايد، هيخليه يفضل يديكريز لحد ما يقف. الباريوم ايه؟ كلورايد. طب ممكن استخدم مين؟ ممكن استخدم البوتاسيوم نايتريت او الصوديوم سلفيت. تمام. يبقى تاني ايه دانيال سيل بيعمل ايه؟ قال لي دانيال سيل اللي فرق بينه وبين اول واحده احنا شرحناها اهي، بين اول واحده دي، ايه اللي فرقت يا ميس؟ اللي فرقت ان انا كنت هنا اهو، بصوا كده البيكر، انا كنت جايباهم هنا كلهم في تيوب واحده. طب انا هنا عامله ايه يا جماعه؟ انا فرقت، جبت الزنك في بيكر وجبت الكوبر في بيكر، وعرفنا ان الزنك الاكسيديشن وان الكوبر ريدكشن، انود وكاثود، ريديوسينج ايجنت، اوكسيدايزنج ايجنت، نيجاتيف وبوزيتيف، لوز وجين، زنك زيرو
زنك بوزيتيف، انكريس في الريتشارجد، ديكريس في الماس. هنا ده كان سوليد ده اكوس، هنا ده كان سوليد ده بقى اكوس. هنا ريدكشن كاسود، ريدكشن كاسود اوكسيدايزنج ايجنت وبوزيتيف وهكذا. طيب ممتاز. ده مين؟ ده استاذ دانيال سيل. كده احنا خلصنا ايه؟ دانيال سيل. طبعا انتم متفاجئين بالسرعه اللي احنا بنشرح بيها. ده كله دانيال سيل؟ والله لسه شرحاه. ما هو مش معقول هنقعد نعيد ونزيد في كلام تاني، انا قلت لكم دانيال سيل بره. ايه اهميه بقى السولت بريدج؟ مهم طبعا، مهم جدا مش هزار. السولت بريدج قال لي لازم يكون كلوز. زي الكترونيك ايه؟ كارنت في الجالفانيك سيل لازم يكون متوصل بالايه؟ بالتو بولز او تو سيلز. تمام؟ حلو. connected between connected between two solution. هو بيعمل لك حاجه اسمها neutralize، تمام، بين البوزيتيف وبين النيجاتيف، وبيظبط لك وبيعمل لك ايه؟ الريدوكس رياكشن. طيب اهو ده كده ثمري او دانيال سيل سمري. عامله لكم سمري، شرحه لكم وملخصه لكم كميه حاجات ما شاء الله ما شاء الله. اهو مين الانود؟ الزنك. مين الكاثود؟ الكبر. ده بالنيجاتيف وده بالبوزيتيف، اوكسيديشن وريدكشن. لوز وده جين وده انكريز. بص 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 بص. ده في الماس الانود بيحصل فيه ايه؟ ديكريز، صح. طب في الماس هنا ده بيحصل فيه ايه؟ انكريز. يبقى ده الانود بيحصل ديكريز في الماس. طب الكاثود بيحصل انكريز. طب في الايون قال لي الزنك بالزيرو بقى زنك بالبوزيتيف 2، حصل هنا انكريز في الريتشارجد. طب الكبر في الكاثود قال لي كبر بالبوزيتيف 2 بقى كبر بالايه؟ بالزيرو، حصل ديكريز. طيب هنا ده ريديوسينج ايجنت في الانود. طب ده ايه؟ اوكسيدايزنج ايجنت. طب الستاندر اوكسيديشن بوتنشال دي الحاجه الوحيده اللي انا ما اتكلمتش عنها، ودي اهم حاجه انا لازم اتكلم عنها، لان دي اكتر حاجه انتوا هتحتاجوها. طيب هنتكلم عنها في بيج رقم تقريبا 10 او 11. هو ثانيه كده هوريه لكم. خليكم معنا اصدقائي الاحباء. لا مش انا، استنوا كده اهو. بصوا يا ولاد، هو الجدول ده مهم قوي. ده باذن الله انتوا هتدخلوا حبايبي هتلاقوه في ورقه المفاهيم. ده بقى يعرفكم مين الاليمنت اللي اقوى من اليمنت، مين الضعيف مين القوي. وخلي بالكم اللي فوق ده اقوى واحد. طول ما انا بنزل قاعده عماله بنزل بيحصل ايه؟ قال لي بيبقى ليس اكتف. هنا كل لما انا بنزل بيحصل ايه؟ ديكريز في الاكسيديشن. ديكريز اهو بصوا، ديكريز في الاكسيديشن. طب بيحصل ايه بقى؟ بصوا كده، كلمه ستاندر اوكسيديشن بوتنشال يعني الرقم بتاعه بالاكسيديشن. والاليمنت ليه رقمين، يعني مثلا اليمنت زي الليثيوم ده ليه رقمين. الرقم في الاكسيديشن بالبوزيتيف هو نفس الرقم في الريدكشن بس بالنيجاتيف. يبقى هو بيعمل ايه؟ هنا بص خلي بالك، بوزيتيف 3 هنا بوزيتيف 2.9 يعني بيقل في الاكسيديشن، لكن بيحصل ايه؟ بيديكريز في الاكسيديشن، لكن بايه؟ بينكريز في الريدكشن. تمام؟ اهو هنا ده بينكريز في الريدكشن. احنا قلنا هنا ده الاليمنت اللي عندنا. طبعا ده مش جايب كل الاليمنت، انت عندكم الاليمنت اكتر في كتاب المفاهيم. وزي ما قلت لكم يا حبايب قلبي، واحنا كل شويه لما باجي بنزل هنا بيحصل ايه؟ بيحصل decrease للنمبر اوف اوكسيديشن ستيت. ولما اجي اقول لك SOP يعني ستاندر اوكسيديشن بوتنشال. طيب لما نيجي نقول SRB ده ستاندر ريدكشن ايه؟ بوتنشال. تاني SRB ده مين؟ ده ستاندر ريدكشن بوتنشال. طيب الاليمنت ليه تو نمبر، رقم بالاكسيديشن عكسه مين؟ بالريدكشن. طيب احنا دلوقتي ايه؟ ثانيه كده بقى اهو، لو تاخدوا بالكم ان ده كده كان مين؟ ابقى افكركم بحاجه، ان ده كده احنا كده شرحنا كل دانيال سيل اهو. خلصنا دانيال سيل
ده كان الملخص بتاعه كله شارحينه اهو، ده كان كله اهو تمام. والسمري بتاع دانيال سيل، وبقول لك لو احنا شلنا السولت بريدج ان هي هتقف، وقلت ايه الاضرار بتاعتها طبعا. طيب ودي السيل دايجرام رجعنا شرحناها تاني بالديتيلز وكل حاجه اهي تمام. طيب بعد كده اتكلمنا على الالكتروموتيف فورس والستاندر هيدروجين الكترود. هنتكلم على الجزء ده، هيبقى لنا جزء الباتريز تمام. هشرح لكم على قد منه النهارده، ولحد ما هقف ده هيبقى بارت 1 ايا كان. حتى لو فاضل لنا جزء في بارت 1 مش مشكله، احطه في بارت 2 بحيث ان احنا ايه ننجز، وباذن الله بارت 2 هينزل في اقرب وقت برضه. بصوا بقى احنا دلوقتي في الالكتروموتيف فورس. يعني ايه الكتروموتيف فورس؟ بص يا حبيبي ركز بقى معايا. ده كده كل مين؟ ده كل دانيال سيل ماشي. بص بقى احنا دلوقتي هنلعب كأننا بنلعب اكس او بالظبط. شايفين اكس او؟ حلو. انا دلوقتي عندي مين؟ عندي الاليمنت. حلو. عندي هنا رقم الاكسيديشن وهنا رقم مين؟ الريدكشن. حلو. وهنا ده الاليمنت، سواء انت عندك الزنك او عندك الكبر. طب حلو قوي. هنقول ان الزنك على ما اظن كان رقمه 0.74 او 6، ده رقم تقريبي تمام. حلو. وده كان 0.34. ده رقم الزنك بالاكسيديشن ورقم الكبر بالاكسيديشن. الرقم لما اجي اجيب الريدكشن بجيبه بالعكس اهو، والرقم لما اجي اجيب الريدكشن بجيبه بالايه؟ بالعكس. طيب ده اللي موجود. هو بيقول لك انت معاك الزنك ومعاك الكبر. انا عايز مين؟ عايز حاجه اسمها الكترو موتيف فورس اللي هي الاي ام اف. ده اختصار هي اسمها ايه؟ الكترو موتيف فورس تاني. طيب احنا دلوقتي عندنا مين اللي واقع؟ قال لك عندك الزنك ماله؟ قال لي اوكسيديشن. الزنك ماله؟ قال لي الزنك اوكسيديشن. حلو. طب الكبر ريدكشن. حلو. هو الزنك الاكسيديشن، مين الزنك؟ اهو هو الرقم ده. طب مين الكبر؟ الريدكشن، هو الكبر ده. فبعمل ايه؟ بعمل 0.76 بلس 0.34. لازم الرقم يطلع لك بايه؟ بالبوزيتيف. هو ده الالكتروموتيف فورس. يبقى ايه الالكتروموتيف فورس؟ ان انا بيبقى عندي 2 element. طب هو في الامتحان هيجيبها لي بالسهوله دي؟ لا، هو ممكن يجيب لك 2 element بالشكل ده كده ويجيب لك زنك ويقول لك هي بوزيتيف 2 خرجت زنك بايه؟ بالزيرو. ويجيب لك مثلا كبر يقول لك هي بوزيتيف 2 خرجت بالزيرو. ايه ده يا ميس؟ دول الاثنين ريدكشن. انا عارفه ان هو جايب الاثنين في حاله اسمها حاله الريدكشن، بس فيهم ان الزنك اوكسيديشن والكبر ريدكشن. بس هو هنا بيعمل تمويه. يعني ايه؟ يعني بيلهيك، يعني عايزك تفتح وتشوف هو الزنك الاول ولا الكبر الاول. فالحته دي لازم فعلا تفتح فيها. الحته دي بقى فعلا انت بتستخدم المفاهيم، فاهميني؟ لانه اكيد ممكن يعني مش هيجيب لك الامثله المشهوره قوي، يعني مش هيجيب لك الزنك والكبر، لا هيجيب لك إيليمنت من النص، فانت مش هتكون حافظهم، فاهمني؟ فبالتالي بتفتح ايه؟ بتفتح كتاب المفاهيم. تمام؟ طيب تمام يا حبايبي. فبتعرف مين الاكسيديشن ومين الريدكشن وبتعمل الاكس او دي والموضوع بيتحل. طيب ده بالنسبه للالكتروموتيف فورس اهو. بيقول لي اهي دي الالكتروموتيف فورس عندي، ده باختصار شديد الالكتروموتيف فورس. طيب سؤال بقى، الهيدروجين. بصوا يا شباب اهو، ده كده انا هاجي اقول لكم الهيدروجين هنستخدمها في ايه هنا كده. تعالوا كده، احنا يعتبر النهارده كده نوتس على الالكتروموتيف فورس. حلو ده، يا سبحان الله. ماشي. بعد كده هنا عندنا ايه لحد صفحة 18 الباتري. ممتاز ممتاز ممتاز. هشرح لكم النهارده ممكن اول 2 باتري ويبقى حلو قوي نص الملزمة عليكم النهارده. بصوا يا جماعة اهو، بصوا هو الرقم الهيدروجين
مش باين قوي ان هو ايه بالزيرو. هو ده، معلش الملزمه مش متظبطه قوي بس ظبطوها معايا. يعني هي مش متظبطه ليه؟ لانها معموله بالاي اي نصها. تاني معلش، علشان دي اتعملت في الوقت بدل ضائع. الهيدروجين هو اللي بالزيرو. تاني، الهيدروجين ماله بالزيرو. بالزيرو في حاله الاكسديشن وفي حاله الريدكشن. ناخد بالنا من حاجه مهمه قوي. ثانيه بقى، امسح كل ده. حلو. طيب ايه بقى؟ لو انا خليت الهيدروجين يتفاعل مع اللي فوقيه، فانا هعتبر ان اللي فوقيه ده مثلا اكس وان الهيدروجين هنا. طيب يبقى ده ماله؟ قال لي يبقى ده كده الاكسديشن، لاننا لسه بنشرح في الجلفانيك. ده كده مين؟ الاكسديشن. طب والهيدروجين ده كده مين؟ ده الريدكشن. طيب لو هيدروجين هيتفاعل مع واي، يبقى الهيدروجين ماله؟ يبقى الهيدروجين هو الاكسديشن، والواي هو مين؟ الواي هو الريدكشن. طب سؤال يا ميس، اتفضل. الهيدروجين ده مش ده جاز؟ ده جاز. خلي بالك احنا لما بنيجي نستخدم، انا كنت كل معظم اللي بقولها هجيب بيس من الزنك، هجيب بيس من الكوبر، لكن انا دلوقتي يا جماعه بستخدم جاز. هعمل ايه؟ هضغطه في انابيب. هجيب الهيدروجين واضغطه في انبوبه. هنضغطه في انبوبه ازاي بقى؟ تعالوا نتكلم شويه في الحته دي. هضغطه ازاي؟ عندنا انبوبتين، استنوا هشوفها لكم في الملزمه اهي. لا استنوا، نفسي مره اجي اقلب كده تتقلب معايا، الا ان انا مش صوابعي مش شغاله في الحته دي والله. ماشي تمام. لا مش هنا، هوريها لكم هي، ابقى ارسمها لكم. طيب اوكي مش مشكله. لا طيب تعالوا اكتبها لكم. بصوا يا جماعه، بصوا يا حبايبي، احنا عندنا الهيدروجين ليها شكلين. ايه الشكلين؟ ليها شكل بيقع انود، وليها شكل بيقع ايه؟ بيقع كاثود. طب ايه الشكل اللي بيقع انود؟ الشكل اللي بيقع انود بيكون جوه انبوبه كده كده اهي، وبتكون طالعه كده اهي. تمام؟ بيكون شكلها كده، بيطلع منها الالكترونز. ليه؟ لانها بتكون مع حد اقل منها. ليه؟ لانها بتتعامل مع حد اقل منها، فبيطلع منها ايه؟ الالكترونز. ده شكل الهيدروجين لما بيكون واقع انود. يعني واقع ايه؟ واقع اوكسيديشن. يعني ايه؟ قال لي يعني واقع reducing agent. تمام؟ حلو قوي. طب ايه شكل الهيدروجين لما بيكون واقع كاثود؟ واقع كاثود يعني عامل كده يا حبايبي اهو يا بابا، اهو بصوا كده اهو. تمام؟ بيحصل عليه بريسيبيتيتد، يعني الانبوبه بتكون مصممه ان يبقى عليها بريسيبيتيتد. ليه؟ لاني انا الاليمنت بيكون فوق الهيدروجين، فالاليمنت اللي فوق الهيدروجين هو اللي بيكون اوكسيديشن، والهيدروجين هو اللي بيكون ريدكشن. فهنا هو واقع كاثود، يعني واقع ايه؟ يعني واقع ريدكشن. يعني واقع ايه؟ يعني واقع اوكسيدايزنج ايه؟ اوكسيدايزنج ايجنت. اتفقنا يا جماعه؟ طيب حلو جدا. يبقى انا الهيدروجين ليه انبوبتين، انبوبه للانود وانبوبه للكاثود. وناخد بالنا ان انا لو عندي الهيدروجين دايما بكام؟ الهيدروجين دايما بزيرو. يعني ايه؟ يعني المثال ده انا دلوقتي مدخله ايه؟ لا انا دلوقتي مدخله ايه؟ عندي ده كده اسمه فولت ميتر اللي بتاخدوه ايوه في الفيزيكس. انا هنا عامله ايه؟ ركزوا كده، انا هنا حاطه هيدروجين، انا هنا حاطه ايه؟ هيدروجين. الالكترو الفولت ميتر ده، الفولت ميتر اللي انت حاطاه ده قاري رقم. انا بقى اجي اقول لك هو ده رقم مين؟ على طول تفكر، على طول تفكيرك ان ده الرقم اللي محطوط جنب الهيدروجين. طب لو الهيدروجين وقع انود، ده الرقم اللي جنب الهيدروجين. طب لو الهيدروجين وقع كاثود، ده الرقم اللي جنب الهيدروجين. طب ليه يا ميس؟ ليه؟
عشان الهيدروجين بزيرو. فبالتالي الفولت ميتر لما بتيجي بتقرا مجموعه تو اليمنت. لما الفولت ميتر بتقرا ايه؟ مجموعه تو اليمنت. طب ما انت الهيدروجين ده عندك بزيرو، ملوش اصلا رقم، يبقى الرقم اللي اتقرا هنا ده الرقم بتاع مين؟ بتاع الاليمنت التاني. يبقى انا لو عندي هيدروجين مع الكبر يبقى ده رقم مين؟ الكبر. وعادي هنشتغل عادي ان الهيدروجين اوكسيديشن ريديوسينج ايجنت بيلوز بالنيجاتيف، الداتا اللي احنا خدناها كلها. والكبر نفس الكلام، ريدكشن اوكسيدايزنج ايجنت بيكون بوزيتيف بيجين، كل الداتا اللي انا درستها. اوكي اهو تمام، حلو جدا. طيب هنا بقى بيقول لي طبعا دي نوتس لازم نفهمها. طبعا النوتس دي بقى بفهمها ان انا كان عندي اول حاجه مين؟ الاكسيديشن، عندي رقم بالاكسيديشن وعندي رقم بالريدكشن. الاكسيديشن الرقم بتاعه بيبتدي يقل، ده في الاكسيديشن، ورقم الريدكشن بالعكس. تمام، كل لما بنزل في الاكسيديشن كل ما الرقم بيقل، كل لما انزل في الريدكشن كل ما الرقم بيعلى. ودي النوتس اللي بيقولوا لها هنا. تمام، ودي امثله بقى ودي مسائل. حلو، تعالوا بس ندخل في المهم. بعد كده عندنا انواع الباتريز. خلي بالكم احنا في صفحه 18، يعني صفحتين نشرح الميركوري ونشرح الفيول والسكندري. طيب بصوا بقى، عندي هنا مين؟ الجالفانيك سيل. الجالفانيك سيل بتنقسم لتو باتري. ايه هما التو باتري؟ عندي حاجه اسمها برايمري، يعني خلاص استخدمتها وخلصت. طب السكندري لا، راح راجعه، يعني بتتشحن. يعني ايه؟ فاكرين الانكمبليت اللي هو كنت بقول عليه الريفرسبل؟ طب ده كماله ده بقى الكومبليت اللي هو اللي هو الايرفيرسبل. دي شبه حته كده شابتر 3. طب دي ماشيه مالها؟ قال لي دي ماشيه زي only one oxidation state. زي only one ايه اللي انا بقوله ده؟ لا استنوا، سوري، يعني the only one direction. سوري، ده انا اندمجت قوي. ايه ده؟ هنكت the only one direction. هنكتونا هنا دي بقى ماشيه two direction. طيب يعني ايه ماشيه one direction؟ عارف البطاريه اللي انت بتجيبها بتحطها في الريموت؟ هي دي ممكن تتشحن. في حصه من الحصص وانا بسالهم قال لي بتتشحن. قلت له بتتشحن ازاي؟ قال لي بخرجها بقعد اعضلها. دي كده الشحنه بالنسبه لك. بصوا يا جماعه، عندي هنا البرايمري وعندي السكندري. البرايمري دي هنلاقيها ماشيه في اتجاه واحد، يعني بتخلص ما بتتشحنش. تمام، حتى لو هتطلع الحجر وتعضعضه فده كده اصلا خلصان، انت بتعامل معاه محاولات زايده. ماشي. طيب السكندري لا، دي بتخلص بتتشحن عادي جدا. طيب ايه انواع البرايمري؟ انواع البرايمري دي يا حبيبي هم نوعين. عندك حاجه اسمها ميركوري سيل هناخدها، والفيول سيل دي. تمام، احنا النهارده هناخد ايه يا ميس؟ هناخد البرايمري. جميل، حلو. المره الجايه هناخد السكندري مع بارت 2. حلو، عشان الحصه ما تبقاش كبيره فتستثقلوها. عشان انا شفت بعيني ان لما الحصه بتجيب الساعتين بيبقى في ملل حضرتك وما بتتفرجوش على الحصه. هنشوف الكلام ده بعدين. فهنشرح لحد مين؟ البرايمري. طيب البرايمري دي ماله؟ قال البرايمري عادي نفس الكلام، ما اختلفناش. هو ايوه سامعاك يا اللي بتقول ايوه يا ميس، يعني من كيميكال تو الكتريكال. جدع، صح. هنفضل ماشيين كده يا جدع. تعالى كده ندخل. ادي اول صفحه. تمام، وادي كده كام تاني صفحه. بقى كده هنقف في الملزمه لحد صفحه 20. ماشي. طيب احنا بقى نيجي فين؟ عند الميركوري. الميركوري ده عباره عن ايه حبيبي؟ الميركوري ده، عارف الحجر الصغير اللي كنت بتحطه في اللعب وانت صغير، او وانت ما زلت اللعبه اللي انت بتستخدمها دلوقتي وانت في ثالثه ثانوي؟
او الحجر اللي هي المنبه او اي حاجه، ماشي. هو الحجر الصغير ده بيكون مين؟ الميركوري ايه؟ الميركوري سيل، هو ده. طب يا ميس هو ده ايه محتوياته؟ 3 حاجات. عندك جزء الانود، ده جزء مين؟ قال لي ده جزء الزنك، يبقى انا عندي جزء مين؟ جزء الانود. حلو قوي، ده جزء الزنك. حلو. وعندي جزء مين؟ جزء الكاثود، ده جزء مين؟ ده جزء الميركوري اوكسايد. حلو قوي. وعندي جزء الالكترولايت. فاكرين يا جماعه لما انا قلت لكم الالكترولايت في دانيال سيل كان مين؟ كان السولت بريدج. هو ده عامل زي كده بالظبط، ده البوتاسيوم هيدروكسيد. ده بالنسبه لي اللي بياخد من هنا يودي هنا، الموصلات بين الانود وبين الكاثود. طيب تعالوا استنوا بس كده نشرحها في الحته دي. انت دلوقتي عندك مين؟ قال لي عندي الزنك. حلو. هنحط عليه مين؟ الميركوري اوكسايد. حلو جدا. طب تعالوا نشوف هيحصل ايه. هيخرج عندك زنك اوكسايد، هيخرج عندك ايه؟ زنك اوكسايد زائد ايه؟ زائد ميركوري. ركز بقى معايا كده يا ابني، يلا يا بنتي. ادي هنا ده 0، ده مين؟ ده الزنك. طب الميركوري قال لي بوزيتيف 2، طب ده قال لي ده بوزيتيف 2، خرج بقى ايه؟ خرج بقى بالزيرو. طب من زنك لزنك اوكسايد حصل ايه؟ ايوه، حصل انكريز في الريتشارجد. الزنك كان اقوى من الميركوري. لو فتحنا الجدول هنلاقي ان الزنك فوق هو اللي بيطرد الميركوري. فاكرين يا جماعه السهم اللي انا مشيته كده؟ السهم ده دايما هستخدمه فين؟ في الجالفانيك سيل. ودايما الاليمنت اللي بيجي فوق هو الاكسيديشن واللي تحت الريدكشن. طب الزنك لما هاجي افتح الجدول هلاقيه هو اللي فوق، والميركوري فين؟ الميركوري تحت. يبقى الزنك هو مين؟ هو الاكسيديشن. هو ايه؟ هو الاكسيديشن. طب هو بيعمل ايه؟ ايوه بيعمل ريديوسنج. بيعمل ريديوسنج ايه؟ بيعمل ريديوسنج ايجنت. جميل. وهو مين؟ هو الانود. كل الداتا اللي انا علمتها لك هو الانود، وبيحصل انكريز في الريتشارجد وديكريز في الماس، وهو اللي بيعمل لوز، وهو النيجاتيف وبوزيتيف في الستاندر اوكسيديشن بوتنشال ونيجاتيف في الستاندر ريدكشن بوتنشال. كل الداتا اللي احنا اتعلمناها تمام، سهله. كتر ما انت هتقعد تعيد وتزيد هتعرف تحل اي سؤال. ولو مشيت على الداتا اللي انا بقولها لك وقلتها لنفسك مع بدايه كل سؤال والله لا تعرف تحل. تمام. طيب السؤال اللي بعده، يعني تكمله الحته اللي بعدها. الميركوري كان بوزيتيف، خرج بقى بالزيرو. حصل ايه؟ ايوه سامعاك يا اللي بتقول حصل ديكريز. جدع، حصل ديكريز في الريتشارج. يبقى ده ايه؟ ايوه يبقى ده كده كاثود. يبقى ده كده ايه؟ ريدكشن اوكسيدايزنج ايجنت. حصل جين بوزيتيف بول، نيجاتيف في الستاندر اوكسيديشن بوتنشال، بوزيتيف في الستاندر ريدكشن بوتنشال. وطبعا اللي بينقل من انود للميركوري هو مين؟ هو البوتاسيوم هيدروكسيد. بس هي دي الميركوري سيل، هي دي الميركوري سيل، بس ده شرحها. طبعا بيجي بقى في الاخر يقول لك خلي بالك لو انت عندك الحجر ده في البيت وعندك اطفال صغيره. طب ليه؟ لان لو الطفل لا قدر الله خد الميركوري سيل دي بتكون خطر جدا عليه، لانها لما بتنزل في المعده بتتفاعل مع الاتش سي ال. فانت الاتش سي ال لما بينزل معاه ميركوري طبعا بيعملوا تفاعل مع بعض، فبالتالي الميركوري الزئبق ده ماده سامه جدا، بيؤدي ان الطفل اللي خده بيموت بعد كام ساعه، فلازم يتلحق على طول فين؟ في المستشفى. يلا بينا. بعد كده الفيول سيل ده. الفيول سيل دي هي المكنه اللي ايه؟ اللي بتعمل وقود. طب دي بتعمل وقود فين؟ في سفن الفضاء اللي بتطلع للقمر او بتطلع للكواكب الاخرى. طيب دي بيكون شكلها عامل ازاي؟ تعالى اوريك شكلها بيكون عامل ازاي. هرسمها لك دلوقتي عشان هي مش معانا، عشان تجمعوا كل حاجه. جماعه الحاجات اللي انا كاتباها دي بالله عليكم خدوها سكرين واكتبوها، اكتبوها ماشي، مهمه جدا. طيب ادي كده دي مين؟ اخر حاجه احنا هناخدها احنا هندخل من هنا ايه؟ بص كده مين؟ هنا ده الهيدروجين، وهنا ده مين؟ الاكسجين.
وهنا ده مين؟ قال لي هنا ده البوتاسيوم هيدروكسيد، وهنا اللي بيخرج من هنا ده كده اسمه الفيول سيل، الوقود يعني، واللي بيخرج من هنا ده الووتر. عايزاكم تركزوا معايا قوي يا جماعه في الجزئيه دي. انا كده عندي مكنه ليها 4، 2 بدخل و2 تحت بخرج. ال2 اللي بدخل منهم دول انا بدخل هيدروجين مع اكسجين. طيب بخرج قدامهم ايه؟ بخرج قدامهم وقود وبخرج ميه. يوم حد سألني هي الميه اللي بتخرج ممكن اشربها؟ وفعلا السؤال ده صح، بتشربها. ليه؟ لان الميه دي بتستخدم كشرب. تمام، حلو قوي، جميل. طب سؤالي بقى، هو انا ازاي خليت الفيول سيل دي اصلا برايمري وهي انا عماله ادخلها وهي بتخرج لي؟ طب ايه، ليه برايمري؟ علشان هي لحظيه، طول ما انت بتديها طول ما هي بتديك. طب لو انت وقفت هي هتوقف، هتديك زي ايه؟ زي ما كانت عصير القصب، انت كل شويه تديها قصب فهي بتخرج لك عصير، انت كل شويه تديها قصب هي بتخرج لك عصير. طب لو وقفت هي هتوقف. فانا بالنسبه لي هي ماشيه في اتجاه واحد وما وماشيه في اتجاه واحد بامر مني، يعني انا لو وقفت هي هتوقف. فدي بالنسبه لي لحظيه، هي بالنسبه لي ايه؟ لحظيه. طيب ناخد بالنا ان الهيدروجين هنا اهو، بصوا كده، ان الهيدروجين هنا هو اللي وقع ايه؟ انود. الهيدروجين وقع انود لان الهيدروجين اعلى من الاكسجين، هو اللي وقع انود. يعني هو، ايوه قولي لي كل المعلومات، هو الاكسيديشن صح. معنى انا بقول لك اوكسيديشن يعني هو النيجاتيف، يعني هو ايه؟ الريد يوسينج ايه؟ ايجنت. برافو عليكم، تمام. طيب حلو قوي. ده بقى هو ولا نيجاتيف ولا بوزيتيف، هو الستاندر اوكسيديشن بتاعه اصلا بالزيرو. اوكي طيب تمام. طبعا هو ايه؟ بيلوز. اوكي، ايه تاني؟ الناحيه التانيه احنا عندنا اكسجين، ماله؟ هو الكاثود. حلو، هو الريدكشن. جميل. هو ايه بقى؟ هو البوزيتيف. جميل. هو الاكسدايزنج، اوكسدايزنج ايه؟ ايجنت. تمام، هو اللي بيعمل ايه؟ هو اللي بيجي. طيب الفيول دي الوقود اللي بيمشي ايه؟ سفن الفضاء، والميه بنستخدمها لمين؟ للشرب. والالكترولايت اللي هي السولت بريدج بتاعي مين؟ البوتاسيوم هيدروكسيد. طيب تعالوا بقى نشوف الايكويشن بتاعتنا. بمجرد ما انا هديكوا اخليكوا تاخدوا الايكويشن والجزئيه دي، بمجرد ما احنا هنكون خلصنا. لو انا خلصت كميه كبيره في وقت صغير، ده ما يدلش ان التشابتر سهل، ده بيدل ان انا حاولت اوصله لك بابسط طريقه، لكنه والله صعب. الاسئله بتيجي عليه اسئله حاجه محترمه، فاللي هيقعد قدام الفيديو يكتب لي نوتس، لو هتعيده كذا مره عيده كذا مره، مفيش مشكله. استفيد ان الفيديو معاك unlimited، اتفرجوا عليه كذا مره، ذاكروا الحاجات اللي تحس ان انت واقع فيها عيدها تاني. انا ما بحبش اعيد كتير، بس انا عدت في الفيديو ده عشان هي المعلومات بتتعاد، مش عشان حابه ان انا اعيد واكبر وقت الفيديو. هنا ايه؟ قال لي الانود اللي هو الجزء النيجاتيف اللي هو مين؟ الهيدروجين، والكاثود اللي هو الجزء البوزيتيف اللي هو جزء مين؟ الاكسجين. ومين الالكترولايت؟ البوتاسيوم هيدروكسيد. طب تعالوا نشوف عندك هنا الهيدروجين ازاي بقى حصل له اوكسيديشن. الهيدروجين كان واقف لوحده، مره واحده خرج بقى ايه؟ هيدروكسيد اهو، بقى ايه؟ بقى هيدروكسيد. بقى معاه ايه؟ الهيدروجين كان واقف لوحده، بقى معاه ايه؟ اهي المفروض هنا استنوا اكتب لكم الايكويشن كلها هنا عشان ايه تاخدوا بالكم. بصوا يا اولاد، هي المفروض اول حاجه خرج بقى هيدروكسيد، بعد كده بقى ووتر فلفه، بس هحكي لكم ايه المختصر بتاعها. بصوا يا جماعه اهو، اهي المفروض هو هيدروجين خرج بقى ووتر، فهنا ده هنا ده كده حصل ايه؟ حصل عندك هنا انكريز لمين؟ للاكسجين، فده كده بنسميه ايه؟ اوكسيديشن.
طب لما كانت اكسجين وخرجت بقت ووتر، فانت هنا حصل انكريز لمين؟ ايوه للهيدروجين، فبقت ريدكشن. ده اختصار للي حصل. تمام؟ اهو الهيدروجين خرجت بقت ايه؟ بقت ووتر. حلو. فده اوكسيديشن يعني لوز يعني ريديوسينج ايجنت. طيب اهي بصوا كده اهي، المفروض دي مكتوبه كده زائد اكسجين كده، خرجت بقت كده اهي، هنا واحده كده وهنا واحده كده، دي كده ايه؟ اوكسيديشن، واللي فوق دي ايه؟ ريدكشن. طب الاكسجين لما خرجت بقت ايه؟ اهي ووتر، فانت كده حصل عندك ايه يا جميل؟ حصل عندك اوكسيديشن وريدكشن. يبقى من اكسجين خرجت بقت ووتر، يعني حصل انكريز في الهيدروجين، حصل انكريز عندك كده في الهيدروجين، يبقى دي كده ايه؟ ريدكشن. طب كانت هيدروجين بقت ووتر، كانت هيدروجين بقت ووتر، حصل انكريز في الاكسجين، يبقى ده كده ايه؟ اوكسيديشن. تاني اهو بص، كانت هيدروجين بقت ووتر، انكريز، دي كده اوكسيديشن ريديوسينج ايجنت، ونكر تلك المعلومات. طب اكسجين بقت ووتر، يبقى ده كده ايه؟ ها؟ ريدكشن. هنا كده انا هقول في الحته دي كده ذا اند. ذا اند ايه؟ ذا اند ده بارت. هنكمل في البارت اللي بعده، لان البارت اللي بعده في غاية الأهمية. هي بقى الأسئلة لما تيجي بقى إيه؟ زي السهم تقتل، بتيجي بارت 2. يلا بينا انتظروني في بارت 2.